برج الدلو، والصبر على وشك النفاذ، بل بالفعل الصبر ينفذ. هتكلم عن فترة لن تكون قادر على استيعاب ردة فعلك التي ستكون شرسة في بعض الأوقات خلال هذا اليوم أو بداية من اليوم اللي أتحدث عنه. فترة حساسة جدا. قبل ما أكمل كده، عتاب شديد، عتاب بعشم مني لحبايبي برج الدلو، الناس اللي بتتفرج علينا. والعتاب ده قلته لجميع الناس في جول الابراج. ناس بتتفرج علينا بقالها شهور وسنين، لكن يعني ما بتعملش اشتراك. يعني طب ليه؟ انت بتتفرج على الحلقه، يعني انت معجب بالحلقه وبتستفيد. طيب لما بتعملش اشتراك، هل ده اسمه ايه؟ انتوا قولوا له اسمه يعني. ده اسمه بتبخل علينا، مستخسر فينا الاشتراك. على حسب ما انت تحب، على راسنا سواء اشتركت او ما اشتركتش. لكن حبيت اقول العتاب للناس اللي مش بتشترك في القناه. ليه المرحله الصبر فيها ينفذ؟ عندكم تحركين للشمس والقمر في برج هوائي صديق وبرج ترابي، والهوائي مع الترابي يخلق جو عاصفه للوصول للهدوء. يعني هتعمل عاصفه عشان تهدى الدنيا، لكن العاصفة دي هتشيل ومش هتخلي على أي شخص كان في حياتك مر، لأنك عايز حد أو شخصيات تحلي. هتكلم معاكم عن تلك المرحلة وتلك الطاقة التي ستحدث. الناس اللي عايزة قراءة خاصة بعمل القراءة مكالمة مباشرة، انتظروني لآخر الحلقة عشان أقول لك إزاي القراءة بتتم، لكن هي عن طريق تواصل. الرقم اللي كاتبه على الشاشة وعنوان الحلقة بكشف لك كل شيء في حياتك، والشخصيات الفقريه اللي في حياتك بعرفك نواياهم ايه ناحيتك، العلاقه الثلاثيه، العمل والمال، كل شيء. انتظرنا لاخر حلقه ونبدا في حلقه مصيريه لحبايبي برج الدلو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. برج الدلو يوم 23 يوم فارق بوجود انتقال الشمس الى بيتك التاسع، بيت الحظ الاكبر، ووجود القمر في بيتك ال 12، بيت صعب جدا. تناقض في الطاقات يحدث عاصفه. في ايام كده بتيجي على الواحد بيبقى ممكن يستحمل الجبل، وممكن عنده المرونة او المهارة او الصبر انه يصبر على اي شيء كان صعب. ايام تانية بتيجي ما يعلم بها الا ربنا، بيكون انت اصلا مش طايق حد، وتلاقي فيه مشاكل وتوتر، وتلاقي الامور تنفذ. لا، انت هتمسك العصا من المنتصف. اليوم ده مختلف. هيكون عندك الطاقة انك تخلص كل شيء، لكن بذكاء ودهاء. هتعمل العاصفة، لكن ستكون انت الاكثر استقرارا في عز الاهتزاز للعاصفه. هكون ذكي جدا في ده. والعقليه الكمبيوتر لبرج الدلو هتشتغل. فالمرحله ستكون من المراحل الواعده التي تحدث مع الكثير تغييرات. هنتكلم عن تاثير الشمس في بيتك التاسع برج الميزان، ثم بعد ذلك نتحدث عن تاثير القمر في بيتك ال 12، وبعد كده نقول ايه اللي ممكن يحصل بتلك العواصف، الطاقه الترابيه والطاقه الهوائيه. اولا الميزان في بيتك التاسع، سوري، الشمس في برج الميزان في بيتك التاسع. هي فتره من الفترات التي ستكون فيها فتح للابواب المغلقه، بدايه الاستيعاب، وده لمده شهر. خدوا بالكم تحركات الشمس بتبقى لمده شهر تقريبا. يحدث فيها التعويض، يحدث فيها أن تفتح عينيك عن ما يناسب حياتك، طرق جديدة للنجاح، فترة بتكتشف فيها نفسك أكتر وأكتر، ومع اكتشاف نفسك أكتر وأكتر مسافات بينك وبين شخصيات بتزداد وبتبعد أكتر وأكتر. فالمرحلة هي مرحلة حقيقة، خاصة بأن الشمس في بيت الحظ يجعل لك طرق جديدة وتعديلات في النفسية من شخصيات تدعمك، تجد نفسك معاها. تلاقي في العمل الانفراجة بدأت معاك وهتبدأ تظبط الأمور. هتلاقي في علاقاتك العاطفية نوعا ما في حساسية شوية، واللي ما كانش عاطيك الثقة حد تاني ممكن يديهولك. واضحة الرؤية؟ عشان كده الصبر ينفذ.
طب اللي هيساعد ان الصبر ينفذ ايه؟ ان القمر في بيتك ال 12. مع تلك المشاعر بوجود الشمس ندخل على المشاعر اللي هتشوفها في بيتك ال 12 او بسبب وجود القمر في البيت ال 12. ايه اللي هيحصل؟ البيت ال 12 زي ما قلت بيت صعب. انت بتتكون جواك نظرة مختلفة او قرارات مختلفة نتيجة لعودة الثقة بتسليط ضوء الشمس على بيتك التاسع، بيت الحظ. القمر يسلط الضوء على بيت مشاكل وتوتر وبداية ظهور ما كان مخفي، فالمرحلة يحدث فيها اكتشاف عند الكثيرين أمور كانت تضاد مشاعر حقيقية لشخصيات كانت بتصطنع التمثيل نوايا تظهر قدامك. فخلال الفترة تلك الأمور بتظهر وأنت بتكون فكرة جديدة ونظرة جديدة. هيبقى معاك الحجة نتيجة لظهور تلك المشاكل إنك تتخذ قرارات لا رجعة فيها. تتخذ قرارات لا رجعة فيها. ليه؟ هيكون عندك الطاقة إنك تميز أكتر. العقل زي ما قلت لك، الكمبيوتر اللي كان معطل هيشتغل نتيجة لانتقال الشمس إلى بيت رائع بالنسبة لك، بيت الحظ، بيت الانفراد، بيت ظهورك، بيت رؤية الناس ليك، هيديك الثقة أكتر. والقمر في الجدي يجعلك ترى أشياء على حقيقتها لم تكن تراها أو كنت بتتجاهلها، كنت شايفها وما كانش معاك القدرة أو ما كانش لديك القدرة إنك تعبر تلك المشاكل فكنت بتتعايش معها. عشان كده هي مرحلة هيبدأ فيها إنك ترى ما لا يستحق زمنك أو وقتك وأنت في زمن آخر، وينفذ الصبر في التعامل مع تلك المواقف، فيترك لديك انطباع أنك يجب أن تأخذ قرار، وأن هذا الشخص أو تلك الأمور التي ظهرت أو اللي أنت كنت بتتعايش معها لا تناسب أوقاتك القادمة. ودي طاقة مهمة جدا، عشان كده بقول عليه يوم خطير بالنسبة لكم، والصبر فيها ينفذ نتيجة لشعوركم بشخصيتكم وإن أنتم بتروا أمور لا تناسب أوضاعكم الحالية. الصبر ينفذ. عيد تاني التنويه. الناس اللي بتتابعنا عن طريق الفيديوهات المقترحة وبتبخل علينا بالاشتراك، وتفعيل الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. انت لو حابب تشوفنا تاني، اللي عايز قراءة خاصة بعمل قراءة مكالمة مباشرة الساعة 2 3، بكشف لك كل شيء في حياتك وبعرفك طريقة خلال السنوات القادمة، السنوات الأكثر حظا أقل حظا، كل شيء. اللي عايز قراءة يتواصل على رقم الواتس كاتبه على الشاشة وكاتبه على عنوان الحلقة. وزي ما بقول دايما القراءة بتبقى الساعة 2 3 مكالمة مباشرة. مش بسيبك الا لما بتعرف كل شيء عن حياتك، بيبقى معاك قلم ودفتر وبتحضر بتكتب اهم التواريخ حتى اللي ممكن اقولها لك في حياتك. يا رب كده حبايبي برج الدلو وجمال ابراج تكون بامن وامان. السلام عليكم.